السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض أسئلة درس خلافة عمر بن الخطاب من كتاب الأضواء. نبدأ مع بعض بحل أسئلة الكتاب المدرسي. السؤال الأول بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. من الدواوين التي أنشأها عمر بن الخطاب بيت المال طبعا وديوان الجند. الإجابة إيه؟ صح. السؤال الثاني، اتصف عمر بن الخطاب بالعديد من الصفات الحسنة ومنها الرحمة والعدل. طبعا صح، دي من الصفات الحسنة اللي تميز بها مين؟ عمر بن الخطاب. السؤال رقم ج، من المدن التي أنشأها عمر بن الخطاب الإسكندرية والمدائن. غلط. طبعا المدن التي أمر عمر بن الخطاب بإنشائها زي الفسطاط في مصر والبصرة والكوفة في العراق. يبقى الإجابة إيه؟ غلط. رقم د، ذهب عمر بن الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وعلى إسلامه. صح. من هو قائد حقق نصرا على الروم في معركة اليرموك؟ اللي هو مين؟ خالد ابن الوليد. خالد بن الوليد اللي أحرز انتصارا في معركة اليرموك. قائد حقق نصرا على الفرس في معركة نهاوند؟ نعمان ابن مقرن. نعمان ابن مقرن. طيب، قائد فتح مصر وأمن الأقباط على أنفسهم؟ عمرو بن الإيه؟ ابن العاص. عمرو بن العاص اللي فتح مصر وأمن الأقباط على أنفسهم. بما تفسر تردد عمر بن الخطاب في فتح مصر؟ ليه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تردد في فتح مصر؟ هقول له بسبب انشغال جيوش المسلمين في محاربة الفرس والروم. تاني، بسبب انشغال جيوش المسلمين في محاربة الفرس والروم. رقم ب، الاهتمام الشديد بإنشاء المدن. احنا قلنا ان عمر بن الخطاب أمر قادة الفتح في البلاد المفتوحة الجديدة بأن يقوموا ببناء مدن. ليه؟ لتكون مكانا يجمع المسلمين بجيوشهم. لتكون مكانا يجمع المسلمين بجيوشهم. طيب، بما تفسر أهمية معركة نهاوند؟ معركة نهاوند دي تم فيها القضاء تماما على دولة الفرس ولذلك تعرف بفتح الفتوح. يبقى نهاية معركة نهاوند حول أهميتها حيث تم القضاء نهائيا على مين؟ على الفرس، ولذلك تسمى بفتح الفتوح. السؤال رقم 4، ما النتائج التي ترتبت على فتح المسلمين لمصر عام 21؟ هقول جلاء القوات الرومانية عن مصر. جلاء القوات الرومانية عن مصر وأصبحت مصر ولاية إسلامية. طيب بقى معركة القادسية. طبعا عندي معركة القادسية هتقول لي انتصار المسلمين وهزيمة مين؟ الفرس وقتل رستم قائد الفرس ودخول عاصمتهم المدائن. تاني، انتصار المسلمين وهزيمة الفرس وقتل رستم قائد الفرس ودخول عاصمتهم المدائن. السؤال اللي بعده بيقول لي انتصار المسلمين في معركة اليرموك. النتائج المترتبة عليها انتصارهم هو مغادرة قيصر الروم بلاد الشام وأصبحت بلاد الشام ولاية إسلامية. تاني، مغادرة قيصر الروم بلاد الشام وأصبحت مصر ولاية إسلامية. طيب، ما النتائج المتبعة على عدل الفاروق؟ أما أقول لك عدل الفاروق طبعا لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق، ولذلك تميز عهده بالسماحة والاستقرار وأحبه الناس. يبقى السماحة والاستقرار، ولذلك كان في مقولة يقول عدلت فأمنت فنمت يا عمر. يبقى العدل عدل الفاروق أدى لاستقرار الدولة الإسلامية والازدهار في جميع المجالات. طيب كده خلصنا سؤال ما النتائج. تعال نكمل مع بعض باقي الأسئلة. أسئلة الأضواء بيقول لي السؤال الأول، أكمل العبارات الآتية بالكلمات المناسبة. غادر قيصر الروم بلاد الشام بعد معركة أقول له اليرموك. قيصر
الروم غادر بلاد الشام بعد معركة مين؟ اليرموك. طيب انتصر المسلمون على الفرس في معركة القادسية التي قامت بقيادة مين؟ سعد بن أبي وقاص. القادسية سعد بن أبي وقاص. طيب قاد خالد بن الوليد جيش المسلمين في معركة 13 هجرية حتى انتصر على الروم. بيقول لي خالد بن الوليد المعركة ايه اللي كانت 13 هجرية اللي هي معركة اليرموك. يبقى خالد بن الوليد انتصر على الايه؟ على الروم في معركة مين؟ اليرموك. رقم 4 وقعت أحداث معركة ايه؟ غرب نهر الفرات. غرب نهر الفرات عام 15 ايه؟ هجرية. وبقول لي غرب نهر الفرات دي كانت الايه؟ كانت القادسية. القادسية كانت 15 ايه؟ هجرية، ودي كانت موجودة غرب نهر ايه؟ الفرات. سؤال رقم 5 اتخذ الخليفة عمر بن الخطاب من نقط بداية للتاريخ الإسلامي نقول له من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخذ عمر بن الخطاب من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بداية للتاريخ الإسلامي. طيب لقب عمر بن الخطاب بإيه؟ بالفاروق لأنه فرق بين الحق والإيه؟ والباطل. ولد عمر بن الخطاب بعد ميلاد الرسول ب13 إيه؟ سنة. ولد عمر بن الخطاب بعد ميلاد الرسول بكم سنة؟ ب13 سنة. طيب أكمل العبارات الجدول الآتي. الشخصية وأهم أعماله. هو جايب لي الشخصية مين؟ اللي تم إنشاء مدينة الفسطاط في عهده، طبعا عمر بن الخطاب اللي أمر بإنشاء مدينة مين؟ الفسطاط. طيب خالد بن الوليد هقول له انتصر في معركة اليرموك. خالد بن الوليد انتصر في معركة اليرموك. طيب النعمان ابن مقرن ده قائد المسلمين في معركة مين؟ نهاوند. هقول له قائد المسلمين في معركة نهاوند وانتصر عليهم في ايه؟ في معركة نهاوند على مين؟ على الفرس. يبقى قائد المسلمين في معركة نهاوند وانتصر على الفرس. طيب المرة دي عايز الشخصية. قائد المعركة التي قتل فيها رستم قائد الايه؟ الفرس. طبعا المعركة اللي اتقتل فيها رستم قائد الفرس القادسية، وكان قائدها مين؟ سعد ابن أبي وقاص. يبقى أقول له ناو سعد ابن أبي وقاص. طب اللي فتح مصر مين؟ عمرو ابن العاص. اللي فتح مصر عمرو ابن العاص. طيب تعال نشوف السؤال الأول بعد كده في أسئلة المستوى الثاني. اختر الإجابة الصحيحة. أسلم عمر بن الخطاب في مرحلة، طبعا هو أسلم في السنة الخامسة، يبقى كده في مرحلة إيه؟ الجاهلية بس بدون مواجهة. جاهلية بدون مواجهة لأنها بادئة من السنة كام؟ التالتة حتى الهجرة. طيب انتهت دولة الفرس بعد انتصار المسلمين في معركة زي ما أنا قلت نهاوند. انتصر سعد بن أبي وقاص على الفرس. سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية. يبقى انتصر سعد بن أبي وقاص على الفرس في معركة القادسية. انتصر المسلمون على الفرس في معركة القادسية. مدينة تسلمها عمر بن الخطاب بعد فتحها. طبعا مين اللي تسلمها عمر بن الخطاب؟ طبعا بيت الايه؟ المقدس اللي تسلمها عمر بن الخطاب بعد ما اتفتحت بيت الايه؟ المقدس. من المدن التي بنيت في عهد عمر بن الخطاب في العراق، طبعا احنا قلنا البصرة والكوفة. طبعا عندنا بس الكوفة يبقى اختار الكوفة. بدأ التقويم الهجري بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مين؟ إلى يثرب. هجرة الرسول إلى يثرب. صوب ما تحته كان هدف عمرو بن العاص من فتح مصر إقامة علاقات تجارية؟ لا، طبعا هدف عمرو بن العاص من فتح مصر هي إيه؟ هقول له تأمين حدود الدولة الإسلامية. تأمين حدود الدولة الإسلامية أو تكون عونا للدولة الإيه؟ الإسلامية. طب السؤال رقم 2 أول المعارك الإسلامية في مصر كانت في، طبعا ما ينفعش أقول إيه؟ في العريش، لا، أول المعارك هم قايلة في الفرما. أول حش كلمة بلبيس وحط مين؟ الفرما. طيب كانت مدينة الفسطاط عاصمة مصر أثناء الحكم الروماني. طبعا الفسطاط غلط، الأسكندرية. كانت مدينة الأسكندرية. طيب اللي بنقول الحزبة نظام بدأ في عهد الخليفة مين؟
هقول له عمر ابن الخطاب. الحسبة نظام بدأ في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب. طيب بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع الإيه؟ مع التصويب. أنشأ الخليفة عمر ابن الخطاب التقويم الهجري، طبعا الإجابة هنا إيه؟ صح. بسقوط منة الإسكندرية على يد عمرو بن العاص أصبحت مصر ولاية إسلامية، برضو صح. وافق عمر بن الخطاب على فتح مصر بدون تردد، غلط، بتردد، رفض. طيب أشار الصحابي سعد بن معاذ على الخليفة عمر بن الخطاب بفتح مصر، طبعا غلط. من اللي أشار؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هو اللي أشار على عمر بن الخطاب بفتح مين؟ مصر. طيب عزل خالد بن الوليد من القيادة العامة للجيوش الإسلامية بعد معركة القادسية، غلط. بعد معركة مين؟ اليرموك. يبقى تم عزله من قيادة الجيوش الأربعة اللي كانت بتحارب في اليرموك، وبعدها إيه؟ وبعدها أعطاها مرة تانية لمين؟ لأبو عبيدة بن الجراح. طيب السؤال الرابع، اكتب المفهوم التاريخي الذي تشير إليه العبارتين. تقويم بدأ بهجرة الرسول، هقول له التقويم الهجري. تقويم بدأ بهجرة الرسول الهجري. طيب مدينة تجمع المسلمون في دخولها، نجح المسلمون في دخولها بعد الانتصار في معركة القادسية. مدينة مين؟ المدائن، عاصمة الايه؟ الفرس، مدينة المدائن. السؤال اللي بعده بيقول لي من هو فتح مصر وأمن الأقباط على أنفسهم؟ هو مين؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص أول قائد إسلامي نشر الإسلام. أول قائد إسلامي نشر الإسلام في قارة أفريقيا مين؟ طبعا عمرو بن العاص. وكمان ما هو أول واحد اللي فتح مصر، هو أول قائد بينشر إيه؟ الإسلام. حتى أول جامع اتعمل في أفريقيا والجامع بتاعه جامع عمرو بن العاص. طيب لقبه الرسول بالفاروق، هقول له عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي لقب بالفاروق عمر بن الخطاب. طيب قام بإنشاء الدواوين عمرو بن الإيه؟ عمر بن الخطاب برضو. يبقى اللي لقبه الرسول بالفاروق عمر، اللي قام بإنشاء الدواوين عمر. لكن لما أقولك أول قائد إسلامي نشر الإسلام في قارة أفريقيا قائد، يبقى عمرو بن الإيه؟ العاص. طب السؤال الأول في المستوى التالي، رتب الأحداث التالية أو الآتية من الأقدم إلى الأحدث الحديث. أقدم حاجة حصلت اليرموك اللي هي 13، ولا وفاة عمر بن الخطاب، ولا معركة نهاوند، ولا فتح الايه؟ القدس. ها هقول الأول معركة مين؟ اليرموك، أدي واحد. اتنين فتح مين؟ بيت المقدس. هقول ايه؟ تلاتة عند وفاة عمر، طبعا تلاتة معركة نهاوند لأن حصلت في عهد مين؟ عمر بن الخطاب، مينفعش عمر وراها. هقول أربعة وفاة عمر ابن الايه؟ الخطاب. وفاة عمر بن الخطاب. المستوى الرابع، السؤال الثاني بيقول حدد المختلف في عناصر المجموعة التالية وفسر سبب الاختلاف. بيقول لي معركة نهاوند. نهاوند كانت مع مين؟ بين المسلمين والفرس. فتح مصر بين المسلمين والروم. اليرموك المسلمين والروم. فتح بيت المقدس المسلمين وايه؟ والروم. يبقى المختلف معركة ايه؟ نهاوند، حيث انها كانت بين المسلمين وايه؟ والفرس، بينما الباقي كان ضد مين؟ ضد الروم. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على فتح الصحابي عمرو بن العاص مدينة الإسكندرية؟ طبعا مدينة الإسكندرية كانت عاصمة الرومان في مصر، وبفتح عمرو بن العاص لمدينة الإسكندرية هقول له تم جلاء القوات الرومانية عن مدينة الإسكندرية وأصبحت مصر ولاية إيه؟ إسلامية. السؤال اللي بعده رقم 2، معركة نهاوند. طبعا معركة نهاوند بيسموها بفتح الفتوح لأنه تم انتهاء تماما والقضاء تماما على دولة الإيه؟ دولة الفرس. تاني يبقى نهاوند انتصار المسلمين والقضاء تماما على دولة الإيه؟ الفرس، ولذلك سميت بإيه؟ بفتح الفتوح. فتح المسلمين لبيت المقدس، بنقول جلاء مين؟ طبعا بنقول طبعا بيت المقدس كان تابع لمين؟
للروم. يبقى أصبحت بيت المقدس ولاية إيه؟ إسلامية. وعفى عمر بن الخطاب عن أهلها وأعطى لأهلها إيه؟ أمانا على أنفسهم وأموالهم وإيه؟ وأرواحهم. يبقى تاني، يبقى تحول بيت المقدس إلى ولاية إيه؟ إسلامية. وعفى عمر بن الخطاب عن أهلها وأعطى لهم أمانا على أنفسهم وأرواحهم وإيه؟ وكنائسهم. السؤال رقم 4، إنشاء الدواوين في الدولة الإسلامية. طبعا عمر بن الخطاب أنشأ الدواوين ليه؟ لتنظيم شؤون الدولة الإسلامية. هي مرة يقول لي بما تفسر بسبب اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الخيرات فيه. طب هو دلوقتي بيقول لي ما النتائج المترتبة على إنشائها؟ هقول له تنظيم شؤون الدولة الإيه؟ الإسلامية. تنظيم شؤون الدولة الإسلامية. السؤال اللي بعده بيقول لي بما تفسر تسمية معركة نهاوند اللي سقينا فوق بفتح الفتوح، لأنها تم القضاء من خلالها على دولة إيه؟ الفرس تماما. تم القضاء بها على دولة الفرس إيه؟ تماما. السؤال رقم 2 بما تفسر برضه اهتمام المسلمين بفتح مصر. طبعا سيدنا عمرو بن العاص لما أقنع سيدنا عمر بن الخطاب بفتح مصر، أقنعه قال له إيه؟ إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم وتأمينا لفتوحات بلاد الشام. يبقى ما اجي اقول لك سؤال بما تفسر اهتمام المسلمين بفتح مصر، لأنها سوف تكون قوة للمسلمين وعونا لهم وتأمينا لفتوحات بلاد الشام. السؤال رقم 3، لقب الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالفاروق. هتقولي لأنه فرق بين الحق والإيه؟ والباطل. يبقى لقب الرسول عمر بن الخطاب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والإيه؟ والباطل. السؤال الثالث، اثبت بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة من العبارات. نجح عمر بن الخطاب في تنظيم الدولة الإسلامية. هتقول لي أول حاجة قام بإنشاء الدواوين. احنا هنا فوق أول حاجة عملها تقول لي إنشاء الدواوين زي ديوان الجند وديوان بيت العطاء. طيب وقلت تاني حاجة إنشاء المدن الجديدة. إنشاء المدن الجديدة زي مدينة الفسطاط في مصر والكوفة والبصرة في العراق. تالت حاجة اتخاذ التقويم الايه؟ الهجري. اتخاذ التقويم الهجري حيث اتخذ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بداية لتقويم المسلمين الذي ما زال معمولا به حتى الايه؟ الآن. يبقى عمل 3 حاجات. أول حاجة اللي زي ما قلت تاني إنشاء الدواوين. 2 إنشاء المدن. التقويم الهجري. السؤال رقم 3، اختلاف عمر بن الخطاب عن بقية الصحابة في هجرته إلى يثرب. هقول له قولي دليل. هقول له حيث خرج باقي الصحابة متخفيين خوفا من إيذاء قريش، بينما أعلن عمر بن الخطاب وجاهر أنه إيه؟ مهاجر غدا، فلم يتبعه أحد. طيب السؤال رقم 3، أشار عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب بفتح مصر لأهميتها لمين؟ للمسلمين. وبقول لي قولي دليل. حيث أشار عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب بعد فتح بيت المقدس بفتح مصر وقال إنها ستكون قوة للمسلمين وعونا لها وتأمينا لفتوحات بلاد الإيه؟ الشام. وفعلا إيه؟ تم فتح مصر بعد فتح بيت الإيه؟ المقدس مباشرة. السؤال رقم 4، تسامح عمرو بن العاص مع أهل مصر. عمرو بن العاص لما فتح مصر عمل معهم زي ما عمر بن الخطاب عمل مع أهل بيت المقدس، أمنهم على أرواحهم وأنفسهم وكنائسهم ولم يجبر أحد على الدخول في الإسلام. تاني، أمنهم على أرواحهم وأنفسهم ولم يجبر أحد الدخول في الإسلام. السؤال الرابع، ماذا كان يحدث إذا لم يستطع المسلمون فتح مصر؟ لو المسلمون ما كانوش استطاعوا فتح مصر، هل هيستطيعوا تأمين حلول الدولة الإسلامية؟ لا. هل هيزيدوا قوة للمسلمين وعونا لهم؟ لا. يبقى لن يتم جلاء القوات الرومانية عن مصر، ولم تصبح مصر قوة وعونا للمسلمين، ولم يتم تأمين حدود الدولة الإسلامية من جهة مين؟ من جهة الغرب اليمين مصر. يبقى لم يتم تأمين حدود الدولة الإسلامية من الغرب، لن يتم جلاء القوات الرومانية عن مصر، لم تكن قوة للمسلمين وعونا لهم في فتوحاتهم. ده السؤال الرابع.
الخامس بيقول لي إيه؟ بعد ازدياد حركة الفتوحات الإسلامية أمر الخليفة عمر بن الخطاب قادة الفتح الإسلامي بإنشاء مدن جديدة في البلاد التي فتحوها. في ضوء العبارة وضح أهم المدن التي تم بناؤها. هتقول لي أول حاجة بنوا الفسطاط في مصر، الفسطاط في مصر. 2 البصرة والكوفة في العراق. يبقى تاني من أهم المدن تم بناءها الفسطاط في مصر، والبصرة والكوفة فين؟ في العراق. السؤال التاني أسباب تردد عمر بن الخطاب في فتح مصر. ليه سيدنا عمر بن الخطاب لما عمرو بن العاص أقنعه وأشار عليه إن هو يفتح مصر، ليه كان متردد موافقش من أول مرة؟ هقول بسبب انشغال جيوش المسلمين في مطاردة الفرس والروم. انشغال جيوش المسلمين في مطاردة الفرس والروم. السؤال السادس جايب لي مقولة برضو لسه من شوية، إنك إن فتحتها كانت قوة وعونا للمسلمين. إنك إن فتحتها كانت قوة وعونا للمسلمين. في ضوء العبارة من قال هذه العبارة؟ طبعا عمرو بن العاص. من قال هذه العبارة؟ عمرو بن العاص. ما البلد تشير إليه العبارة؟ مصر. ولماذا تم فتحه؟ لتكون قوة وعونا للمسلمين وتأمينا لفتوحات بلاد الشام. لتكون قوة وعونا للمسلمين وتأمينا لفتوحات بلاد الشام. السؤال اللي بعده واللي السؤال السابع القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين وستظل إيه؟ وستظل دائما عربية. في ضوء هذه العبارة وضح في عهد من من الخلفاء فتحت إيه؟ بيت المقدس أو فتحت القدس؟ هقول له في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. متى فتحت؟ طبعا احنا عارفين إن فتحت في إيه؟ في 15 هجرية. ومن الذي فتحها؟ الذي فتحها عمرو بن العاص. طيب أهمية مدينة بيت المقدس زي ما احنا قلنا أولى القبلتين وثالث الحرمين، وبها أسري سيدنا محمد في ليلة الإسراء والمعراج. يبقى تاني أولى القبلتين وثالث الحرمين وبها أسري سيدنا محمد ليلة الإسراء والمعراج، وفي بيت المقدس طبعا. السؤال اللي بعده وضح موقفا يدل على التسامح الديني للخليفة عمر بن الخطاب، حيث عندما تسلم مفاتيح بيت المقدس أعطى لأهلها. عندما تسلم مفاتيح بيت المقدس أعطى لأهلها أمانا على أنفسهم وأرواحهم وكنائسهم، ولم يجبر أحد على الدخول في الإسلام. تاني أعطى لأهلها أمانا على أرواحهم وأنفسهم وكنائسهم، ولم يجبر أحد على الدخول في الإسلام. طيب السؤال التاسع قارن بين معركة القادسية واليرموك من حيث القائد المسلم وأطراف المعركة. طبعا أطراف المعركة القادسية بين المسلمين ضد الفرس، اليرموك المسلمين ضد الروم. تاني القادسية المسلمين ضد الفرس، اليرموك المسلمين ضد الروم. ده أطراف المعركة. القائد المسلمين بقيادة في القادسية سعد بن أبي وقاص. اليرموك بقيادة مين؟ هقول له خالد ابن الوليد. المسلمين بقيادة خالد ابن الوليد. بقول لي برضو قارن تاني، قارن بين معركة نهاوند واليرموك برضو من حيث الأطراف والنتائج. نهاوند المسلمين ضد الفرس، المسلمين ضد الفرس. طبعا المسلمين بقيادة نعمان ابن مقرن. نعمان ابن مقرن. اليرموك بقيادة برضو المسلمين ضد الروم، المسلمين بقيادة خالد ابن الوليد. تاني اليرموك بقيادة خالد ابن الوليد ضد مين؟ الروم. طب النتائج نهاوند، النتائج انتصار المسلمين وهزيمة الفرس والقضاء تماما على دولة الفرس. تاني انتصار المسلمين وهزيمة الفرس والقضاء تماما على دولة مين؟ دولة الفرس. معركة اليرموك انتصار المسلمين ومغادرة قيصر الروم بلاد الشام، ومغادرة قيصر الروم بلاد الشام، وأصبحت بلاد الشام ولاية إسلامية. تاني اليرموك انتصار المسلمين ومغادرة قيصر الروم بلاد الشام، وأصبحت بلاد الشام ولاية إسلامية.
أسئلة مستوى القمة. بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة من بين ألف وباء وجيم ودال. المدينة التي حاصرها عمرو بن العاص وبقى بها شهرا بعد استسلامها ينتظر الإمدادات. طبعا مدينة مين؟ بلبيس. بلبيس هي المدينة في مصر اللي مكث فيها عمرو بن العاص شهر ينتظر ايه؟ المدد من الخليفة عمر بن الخطاب من المدينة، يبعت له مؤن وذخائر وايه ومعدات من أجل استكمال الحرب. السؤال رقم 2، يعتبر فتح مصر تأمينا لحدود الدولة الإسلامية من جهة الإيه؟ طبعا من جهة الغرب، لأن مصر بالنسبة للدولة الإسلامية من جهة الإيه؟ الغرب. طيب المدينة اللي فتحها عمرو بن العاص سلما في مصر، طبعا أول مدينة مين؟ العريش، اللي دخلها عمرو بن العاص من غير أي إيه؟ حرب. السؤال رقم 4، تغيرت الخريطة السياسية في عهد عمر بن الخطاب بحذف دولة منها خاصة بعد معركة. السؤال أفهمه الأول، بيقول لي حذف دولة من العالم. مين المعركة اللي تم فيها القضاء على دولة تماما؟ هقوله معركة مين؟ نهاوند. تم القضاء تماما على دولة الفرس، ما عادش في دولة اسمها ايه؟ اسمها الفرس. السؤال رقم 5، استفاد عمر بن الخطاب من الحضارة الفارسية في المجالات العسكرية ولا الاقتصادية ولا الإدارية ولا الاجتماعية؟ هقوله الإدارية. هتقولي ليه؟ هقول لك طبعا احنا عارفين ان عمر بن الخطاب عمل حاجة اسمها الدواوين. الدواوين ده اصلا واخدها من الفرس، حتى الديوان يقول لك ايه؟ الديوان كلمة فارسية معناها السجل او الدفتر، يبقى الديوان ده اصلا كلمة فارسية. طب الدواوين دي نظام ايه؟ اداري في الدولة، يبقى في الناحية مين؟ الادارية. رقم 6، شرح الله صدر عمر بن الخطاب للإسلام في المرحلة طبعا الثانية، لأن عمر بن الخطاب أسلم في السنة الخامسة اللي هي مرحلة الجهر إيه بالدعوة بس بدون مواجهة، اللي هي بادئة من السنة الثالثة حتى الإيه الهجرة. السؤال الثاني، ما رأيك في موقف عمرو بن العاص من أهل مصر بعد فتحها؟ تاني سؤال بيقول لي ما رأيك في موقف عمرو بن العاص من أهل مصر بعد فتحها؟ طبعا تصرف يدل على إيه؟ سماحة الإسلام. تصرف يدل على سماحة الإسلام، حيث أمنهم على أرواحهم وأنفسهم وكنائسهم ولم يجبر أحد على الدخول في الإيه؟ في الإسلام. طيب برضه بيقول لي ما رأيك في رغبة عمرو بن العاص في فتح مصر؟ كان رأي ايه؟ سليم، لأن فتح مصر أصبحت ايه بعدها؟ قوة للمسلمين وعونا لهم وتأمينا لفتوحات بلاد الايه؟ الشام. يبقى فعلا كان رأي ايه؟ رأي سليم. طيب برضه بقول لك ما رأيك في موقف الخليفة عمر بن الخطاب من أهل بيت المقدس؟ طبعا موقف نبيل، لأنه بيدل على سماحة برضو الإيه؟ الإسلام. عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب الاتنين عملوا مواقف بتدل على سماحة الإسلام، لأنهم الاتنين لما دخل عمرو بن العاص مصر ولما دخل عمر بن الخطاب في بيت المقدس الاتنين أمنوا أهلها على أرواحهم وأنفسهم وكنائسهم ولم يجبروا أحد في الدخول في الإيه؟ على الدخول في الإسلام. السؤال الثالث، ماذا كان يحدث إذا لم يتأثر عمر بن الخطاب بنظم الإدارة الخارجية؟ لم يقم بإيه؟ بإنشاء الدواوين ولا التقويم الهجري ولا بناء المدن، وبالتالي عدم تنظيم الدولة الإسلامية إداريا. تاني السؤال بيقول لي ماذا كان يحدث إذا لم يتأثر عمر بن الخطاب بنظم الإدارة الخارجية؟ هقول لم يستطع تنظيم الدولة الإسلامية عن طريق إنشاء الدواوين ولا المدن الجديدة ولا التقويم الهجري. سؤال رقم 4، ما وجه التشابه بين موقف عمرو بن العاص من فتح مصر وعمر بن الخطاب من آل بيت المقدس؟ أنا لسه قايلها من شوية، أنا قلت إن الاتنين قاموا بإيه؟ قاموا بإعطاء عهد الأمان. عمرو بن العاص أعطى أمان لأهل مصر، وعمر بن الخطاب أعطى أمان لأهل بيت المقدس، حيث أمنوا أهل بيت المقدس ومصر على أرواحهم وأنفسهم وكنائسهم ولم يجبروا أحد على الدخول في الإسلام، مما يدل على سماحة الإسلام. السؤال الخامس، دلل على صحة العبارة الآتية: حرص عمر بن الخطاب على ألا
يفتن الناس بخالد ابن الوليد، هقول له حيث قام عمر بن الخطاب بنقل قيادة الجيوش الأربعة. زي ما احنا عارفين إن خالد بن الوليد لما تولى قيادة الجيوش الأربعة في فتوحات بلاد الشام بدل أبو عبيدة بن الجراح، خالد بن الوليد حقق انتصار. فعمر بن الخطاب خاف أن يفتن المسلمون بمين؟ بخالد، ويقولوا إن النصر ما جاش إلا بسبب إيه؟ خالد. فقام ناقل مرة تانية قيادة الجيوش الأربعة من خالد إلى مرة تانية لمين؟ لأبو عبيدة بن الجراح. يبقى أقول لك تاني أهو دليل أهو حرص عمر بن الخطاب على ألا يفتن الناس بخالد بن الوليد، هقول له حيث قام بعد معركة اليرموك بنقل قيادة الجيوش الأربعة إلى مين؟ إلى أبي عبيدة بن الجراح مرة إيه؟ ثانية. وبكده نكون خلصنا أسئلة الإيه؟ أسئلة كتاب الأضواء على درس مين؟ خلافة عمر بن الخطاب. المرة الجاية إن شاء الله هنكمل بقية الدروس حل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.